هو في ايه؟ محدش فاهم حاجه. ايه اللي بيحصل في سعر الذهب؟ ازاي عيار 21 داخل على 7000 جنيه؟ طيب ما الدولار سعره مستقر مقابل الجنيه المصري، ايه بقى اللي بيحصل؟ والذهب سعره هيثبت ولا هيرجع يقل ولا هيفضل يزيد بالشكل الجنوني ده؟ اسئله كلها عارفه ان مخليانا في حيره ومحدش عارف حاجه. انا بقى هلخص لكم الحكايه دي كلها بمنتهى البساطه، بس خليكم معايا للاخر نفهم سوا. بس ما تنسوش تعملوا لي فولو وسبسكرايب لو على اليوتيوب علشان تتابعوا كل المواضيع الاقتصاديه اللي تهمنا وتشغلنا كمواطنين، ونعرف مع بعض دايما هو في ايه. مبدئيا كده احنا عارفين ان سعر الذهب العالمي طبيعي ان صداه هيوصل عندنا في مصر هنا، هيزيد عالميا هيزيد في مصر معروفه. طيب ايه اللي بيحصل عالميا وصلنا لكده؟ من اول شهر يناير 2026 الحكايه، وعلشان ما ندخلش في تفاصيل سياسيه كبيره، ملخصها ان ترامب عامل مشاكل بسبب نيته في التوسعات، وبيهدد الاتحاد الاوروبي بضم جزيره اسمها جرينلاند من الدنمارك، وبيضغط عليهم بانهم يوافقوا والا هيفرض تعريفات جمركيه على السلع القادمه من الدول المعارضه بنسبه 10%، وده من اول شهر فبراير اللي جاي، ولو فضلوا معترضين هتزيد ل 25% في يونيو. واخر تصريحاته انه هدد بانه هيزود التعريفات الجمركيه دي بنسبه 100%. انتوا متخيلين الجحود؟ طبعا دول الاتحاد الاوروبي كان ليها رد فعل، هددته هي كمان بفرض ضرائب عاليه على السلع اللي هتدخل من الولايات المتحده. التهديدات دي وصلت دول الاتحاد انها تخطط عن استغنائها عن هيمنه الدولار ويروحوا للمعادن النفيسه، وعلى راسهم الذهب كملاذ امن، وبقوا بيستثمروا في الذهب بشكل كبير جدا لحد ما الاوضاع دي تتحل. فده خلى سعر الاوقيه العالميه تسجل اعلى سعر في تاريخها، واللي وصلت لاكثر من 4800 دولار، وهو رقم مرتفع جدا مقارنه بالتاريخ. فلما يكون في توترات سياسيه او اقتصاديه، صراعات بقى، مخاوف من ركود، قرارات اقتصاديه كبرى، المستثمرين بيبتعدوا عن الاسهم والسندات وبيروحوا للذهب كملاذ امن. نيجي بقى لعندنا هنا، طبيعي ان القصه دي كلها هي اللي علت سعر الذهب محليا. هتقولي طب ما الدولار مستقر، ليه الذهب بس اللي يزيد؟ الذهب بقى سلعه زي اي سلعه بنستوردها من بره، مع التضخم اللي بنعاني منه، وان سعر عمله الجنيه المصري ضعيفه جدا، فبالتالي الاسعار بتزيد، وبينعكس ده بسرعه جدا في السوق المحلي، خاصة مع حجم الطلب الكبير على المشغولات والعملات الذهبية زي السبائك والجنيه الذهب اللي المصريين بيلجأوا ليها الفترة الأخيرة. فضغط الطلب المحلي على الذهب كاحتياط في وقت عدم الاستقرار الاقتصادي، في تضخم وقلق، الناس بتشتري الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة، وده بيزود الطلب في السوق المحلي وبيرفع الأسعار. فكده كده حتى لو عالميا السعر زي ما هو، فما بالك بقى لو هو عالميا كمان زاد. طيب نيجي للسؤال اللي شاغل بال ناس كتير، هو ده وقت شراء ولا بيع ولا نستنى شوية؟ هقولك المحللين والخبراء بينصحوا بإيه. بيقولوا تشتري دلوقتي لو معاك سيولة ومش محتاجها، استثمار على الأقل 6 شهور، سنة أو أكتر يكون أفضل. هدفك إنك تحفظ قيمة فلوسك، مش علشان عاوز مكاسب سريعة وخايف من التضخم، التقلبات في سعر الجنيه، فانت بقى هتشتري سبائك، جنيهات ذهب علشان اقل مصنعيه، فطبعا امن. في الحاله دي حتى لو السعر نزل شويه على المدى المتوسط غالبا هيعوض، انت مش هتخسر، انت حفظت فلوسك شويه. تستنى امتى بقى؟ لو هتشتري مشغولات ذهبيه، لان المصنعيه طبعا عاليه، الزياده الاخيره دي حصلت بسرعه كبيره جدا، قفزات يوميه، يبقى الافضل انك تراقب السوق شويه، ولو حصل تصحيح بسيط، نزول مثلا، تشتري بسرعة. لكن خليك عارف محدش مغسل وضامن جنة مع الذهب. في حيلة ذكية بتقول لو معاك مبلغ اشتري جزء دلوقتي وسيب جزء تاني، لو نزل تزود، لو طلع يبقى انت دخلت بسعر كويس، اسمها دي الشراء المتدرج. بس خليني اقولك كده مع قراءة الموقف ازاي الذهب ممكن يرخص في كل الظروف دي، سواء عالمية او عندنا في مصر. وكل اللي معاه السيوله هيفضل انه يستثمر ويحوش في الذهب خوف من بكره، فالنزول ما حصلش قبل كده واستمر، ولو حصل هيكون استقرار شويه بسبب القفزات الكبيره اللي حصلت في الايام الاخيره دي بس. وفي الاخر ربنا يصلح حالنا ويبارك لنا في الجنيه بتاعنا والذهب يرخص شويه. وكانت معاكم شروق ابراهيم، وعايزاكم دايما تكونوا متابعيني، وما تنسوش تعملوا فولو زي ما قلت لكم علشان هنتكلم في مواضيع اقتصاديه كتير تهمكم، وهتعرفوا مني الحكايه وهو في ايه.